السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق وجماهير النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم عماد توفيق وفيديو جديد لآخر أخبار النادي الأهلي والكرة المصرية والعالمية. الكابتن محمود الخطيب يحضر مران الفريق الليلة ويطالب اللاعبين بنسيان مباراة فلومينينز البرازيلي والتطلع لمصالحة الجماهير عن طريق تحقيق البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ النادي، ويطالب اللاعبين بالتركيز واستغلال الفرص الكثيرة أمام المرمى، والذي لو حدث في مباراة أمس لكان الفريق يستعد الآن لخوض المباراة النهائية. لاعبي الأهلي يتعهدون لجماهيرهم بالفوز بالبرونزية وإسعاد الجماهير في مباراة الجمعة القادمة أمام أوراوا الياباني. نادي أوراوا الياباني يخسر 3-0 مع الرأفة من مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس العالم، ويضرب موعدا مع الأهلي على البرونزية. مارسيل كولر يدرس فريق أوراوا الياباني ويشاهد بعض مبارياته السابقة لوضع الخطة المناسبة لمواجهة الفريق الجمعة المقبل. الصفحة الرسمية للأهلي تدعم اللاعبين والفريق قبل المواجهة المرتقبة الجمعة المقبل مع أوراوا الياباني على تحديد المركز الثالث والرابع. الكابتن محمود الخطيب يكلف أمير توفيق بالتفاوض مع أنتوني موديست لإنهاء عقده بالتراضي، وذلك بعد الفشل والتأقلم مع الفريق وعدم تقديمه أي مستوى حقيقي يساعد الفريق في المنافسات المختلفة. تقارير سعودية تكشف عن عرض ضخم من أحد الأندية السعودية لمحمد الشناوي للانتقال للدوري السعودي في يناير، وقد يصل العرض إلى 12 مليون دولار. وإدارة الأهلي تقول إنه لم يصل النادي أي عروض بخصوص الشناوي. نادي بيراميدز يخسر 1-0 على أرضه وسط جماهيره في القاهرة من صن داونز 1-0، ويتزين مجموعته بدوري الأبطال. وبهنا يكون فيديو النهارده خلص، واتمنى من حضراتكم تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.